يا صباح الخير، انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل معانا الطبق القمر ده. تحفه جدا، كيكه قدره قادر زي ما انتم شايفينها كده، جميله وملمسها ناعم جدا. هي كيكه ومش كيكه في نفس الوقت. يلا نشوفها ازاي كيكه ومش كيكه. يلا نبدا وصفتنا ونشوف مقاديرنا ايه ونقول بسم الله. زي ما انتم شايفين بصوا شكلها تحفه ازاي. جبت مكونات اول طبقه معايا زي ما انتم شايفينها كده. معايا باكت كريم كراميل، هنستعمله في اول طبقة زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هنستعمل معانا ربع كوباية سكر وكوبايتين لبن ومعلقتين نشا كبار، ومعايا كيس فانيليا. زي ما انتم شايفين هي دي مكونات اول طبقة. هنجيب اول حاجة القالب بتاع كيكة قدرة قادر زي ما انتم شايفين كده. انا الكراميل هحط الجاهز، مش هعمل كراميل التاني لان التاني بينشف كده وما بيبقاش كويس. فالكراميل الجاهز ده هو احسن حاجة لكيكة قدرة قادر. زي ما انتم شايفين كده بفضي اول كيس وبعدين هنفضي تاني كيس زي ما انتم شايفين كده. سهل جدا وما بيمسكش وما بينشفش، يعني حلو جدا بصراحة الكراميل اللي هو الجاهز ده. زي ما انتم شايفين بصوا انا نزلت الكيسين ازاي في قلب القالب بتاع الكيكه. هنبدا بقى نفضي المكونات كده. معايا كوبايتين اللبن زي ما انتم شايفين هنزل بيهم الباكت، وهنزل بربع كوبايه السكر. الباكت الكراميل بياخد كوبايتين لبن على حسب العبوه ما مكتوب عندك بياخد قد ايه. وهنزل بكيس الكريم كراميل اهو زي ما انتم شايفينه. وهنزل كمان بكيس الفانيليا. وهنزل بمعلقتين النشا. معلقتين النشا دول مهمين عشان يخلوا الايه الطبقه بتاعه الكريم كراميل ماسكه شويه. احنا عايزينها ماسكه عن الكريم كراميل، تحس ان هي عامله زي المهلبيه كده. زي ما انتم شايفين كده نبدا نقلب المكونات كلها مع بعض، وبعد ما نقلبها خالص هنبدا نرفعها على النار. بصوا هي كده دابت خالص. نبدا بقى نرفعها على النار. انا جبتها على النار زي ما انتم شايفين كده. هبدا اقلبها لغايه ما تغلي واوريكم السمك اللي احنا محتاجينه. زي ما انتم شايفين كده انا بقلب فيها لغايه ما غليت كده. بصوا معايا وابتدت تتقل. بصوا السمك ده غير الكريم كراميل خالص. بصوا ده تقيل. هننزل بقى بيها في القالب كده زي ما انتم شايفين. السمك تحس ان هو تقيل عامل زي المهلبيه. بصوا عامل ازاي تقيل جدا، مش اكتر من كده. هنبدأ بقى نحطها في التلاجة لمدة نص ساعة لساعة كده على حسب ما تجمد معانا. وبعدين نبدأ نعمل الطبقة التانية. الطبقة التانية بقى مكوناتها ايه؟ معايا كيس لبن بودر، ومعايا 3 معالق كاكاو خام كبار، ومعايا كيس فانيليا، ومعايا معلقتين نشا كبار، ومعايا ربع معلقة ربع كوباية سكر، ومعايا كيس كريم كراميل، ومعايا كوبايتين مية. زي ما انتم شايفين هي دي المكونات بتاعت الطبقة التانية. احنا بقى مش هنعمل الطبقة التانية بكيكة زي ما قلت لكم، عشان كده قلت لكم الكيكة اللي مش كيكة هنعملها برضو كريم كراميل. نزلت بكوبايتين المية زي ما انتم شايفين، ومعايا معلقتين النشا، ومعايا 3 معالق كاكاو زي ما انتم شايفين برضو. 3 معالق كاكاو خام كبار يا جماعة. ومعايا كيس اللبن البودرة. كيس اللبن البودرة ده عشان يعزز الطعم. ومعايا ربع كوباية سكر، ومعايا كيس الكريم كراميل زي ما انتم شايفين كده هنزل بيه. وطبعا نزلت بكيس الفانيليا بس اللقطة دي ما اتصورتش. وهبدأ اقلب كل المكونات مع بعض لغاية ما يمتزجوا تماما، وبعدين نرفعهم على النار هما كمان. مش هنحط لا بيض بقى ولا ندخلها فرن ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين انا رفعت هنا المكونات على النار. تبدأ تتقل برضو معايا وتتقل اكتر من الكريم كراميل زي ما قلنا. انت بقى عاملة زي سمك الكيكة كده، هي كده لسه. بصوا هي كده بقى ايه، قربت خلاص تدخل على السوا. بصوا السمك بتاعها تقيل ازاي.
نزلت بيه على الكيكه كده بعد ما طلعتها، على الكريم كراميل بعد ما طلعته من التلاجة بعد ساعه، وعلى حسب التلاجة بتاعتك طبعا. زي ما انتم شايفين انا بنزل بيه كله اهو، تساوي كل الجوانب بتاعت الايه القالب يعني. هنسيبها تهدى شويه، وبعدين اول حاجه نخبطها خبطتين كده بس تطلع الهواء اللي فيها، تبقى تهدى شويه، وهندخلها التلاجة من 3 ساعات ل4 ساعات على حسب تلاجتك. وبعد ما طلعت زي ما انتم شايفينها كده، بصوا بقى هي تحس ان هي فك عن بعضيها خالص، فك عن القالب خالص. هتبقى الطبقه ناعمه وجميله بقى زي ما قلت لكم كده، مثل طبقه الكيك كده. انا قلبتها معاكم زي ما انتم شايفين، الصوص ابتدى ينزل. بصوا هي نزلت بقى شكلها تحفه، شهيه جدا بصراحه، بتتكلم عن نفسها يعني. وهوريكم الطبقه الناعمه، الطبقه اللي تحت ناعمه واللي فوق ناعمه، بدل الكيكه بقى هتبقى كريم كراميل كلها حكايه. احنا قلنا شبيهه الكيكه قدره قادر، لان كيكه قدره قادر بتتعمل بالكيكه وبالكراميل، لا احنا عملنا الطبقتين بالكريم كراميل زي ما انتم شايفين. بصوا الطبقه البني بتاعه الكاكاو تحفه، من تحت ناعمه جدا، تحس ان هي مستويه جدا زي ما انتم شايفين. بصوا تقطعي معاكي بقى، طعمها حكايه، مش قادره اقول لك يعني بصراحه الطعم بتاعها جميل جدا، طعمها جميل جدا يا جماعه زي ما انتم شايفين بالشكل اللي انتم شايفينه ده.